شايف المشهد ده او المشهد ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هو بيحصل مرتين كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا اننا نعمل حاجة مهمة جدا المفروض ان انت لازم تعملها بشكل دائم، نهانا اننا نعملها في الوقت ده، قال لك ما تعملهاش في الوقت ده. نهي شديد من النبي، وناس كتير للأسف ما تعرفش ان في نهي صريح شديد جدا من النبي ان انت تعمل حاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي. فمن البدايه كده خلينا نعمل شير كتير عشان الخير ده يوصل لناس كتير جدا، عشان الدل على الخير كفاعله. ويلا نركز قوي مع بعض. المشهد ده مشهد شروق الشمس، مشهد شروق الشمس او غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: صلي صلاه الصبح ثم اقصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فانها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان وقت شروق الشمس او وقت غروبها، الشمس وهي بتطلع للشروق او هي بتغرب خلاص، الشيطان بيقف يسنتر نفسه قدامها عشان تخرج من بين أقرانيه، بيقف يسنتر نفسه قدامها كده. فلما الكفار والمشركين يسجدوا للشمس هو يخيل لنفسه ان هم بيسجدوا له هو. طيب في اخطاء كتير قوي، ناس كتير مننا اهالينا وفي بيوتنا واصحابنا وقرايبنا بيقع في الاخطاء اللي هقولها لك دي، فركز قوي فيها عشان لو انت بتقع فيها ما تعملهاش، او لو تعرف حد بيقع فيها تقول له ان ما ينفعش نعمل كده عشان حبيبنا النبي نهانا نعمل كده. اول نقطة خالص، دول وقت نهي شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما ينفعش تصلي لا وقت طلوع الشمس وهي بتشرق بالشكل ده، مش بالشكل ده بس، هي ما بتشرقش دايما بالشكل ده، بس في العموم وقت احمرار شروق الشمس ووقت احمرار غروب الشمس، الوقتين دول نهي شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم انك تصلي فيهم، تصلي وتاخد ذنب، تصلي وتاخد ذنب. طيب رقم 2، اعمل ايه لو انا فعلا نمت عن صلاة الفجر اللي هي صلاة الصبح، نمت عنها ما صليتهاش في المسجد في ميعادها، او لو انا امراه ما صحيتش في وقت الصلاه الاول، صليت صلاه الفجر او العصر ولقيت نفسي وصلت لمرحله شروق الشمس دي، لو انا هصحى اصلي الفجر استنى شويه وما اصليش دلوقتي، استنى لحد ما الشمس ترتفع وتشرق وبعد كده اصلي، عشان الوقت ده ما ينفعش اصلي فيه. طب هتقول لي طب دي صلاه ما اخرهاش، حضرتك اخرتها بالفعل، نمت عن ميعادها الاول. رقم 3، ناس كتير جدا فاهمه ان صلاه الفجر غير صلاه الصبح غير صلاة الضحى. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيعتبر نفسه لو صلى الفجر في ميعاده في البيت بقى او في المسجد بيعتبره فجر، لو نام وصحي الساعة 6-7 بيعتبره اسمها صلاة الصبح، لو نام وصحي الساعة 10-11-12 بيفتكرها اسمها ضحى. التلاتة دول حاجات مختلفة. صلاة الفجر دي احنا هنا في مصر بنقول عليها الفجر، عنها الفجر، هي ما اسمهاش الفجر، هي اسمها صلاة الصبح في الأساس. يعني صلاة الفجر دي لو انت صليتها في المسجد هي اسمها صبح برضو. امال ايه الفجر؟ دول ركعتين السنة اللي قبل الفريضة، تمام؟ صلاة الصبح دي هي صلاة الصبح اللي بتصليها في المسجد. انما لو نمت وصحيت الساعة 6-7-8-9 لحد الظهر اسمها صلاة الصبح، بس اسمي بقضيها مش بأديها. يعني اسمي فاتتني صلاة الصبح فبصليها منفرد او بصليها في جماعة، بس اسمي بقضيها مش بأديها، لازم اصليها. زي ما اتفقنا لو صحيت وقت الشروق ما بصليهاش، بستنى الشروق ينتهي الشمس تطلع. رقم 3، لما بيأخر شوية بيفتكرها بقى اسمها ضحى. الضحى دي ركعتين نافلة تانيين خالص، او 4 ركعات او 6 ركعات او 8 ركعات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم، دول حاجة ملهمش دعوة خالص بفريضة الصبح نهائي. رقم 3، نيجي في صلاة العصر. ناس كتير جدا اذا كان رجاله وستات هنتكلم عن الاثنين بيأخر صلاة العصر غصب عنه او بمزاجه او لظرف طارئ، بيفضل مأخر صلاة العصر لحد ما خلاص الشمس هتبدأ تغرب اهي، فخايف بقى للمغرب يأذن فيقوم مصلي بسرعة. عايز اقول لك ان حضرتك كده ضيعتها خالص، حضرتك وصلتها لوقت الكراهة فكأن المغرب أذن عادي يعني. مش الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني ايه وتر أهله وماله؟ يعني اللي تفوته صلاة العصر في وقتها الأول قبل ما الشمس تبدأ تغرب، انت وقتها الاول ده وقت ما بتأذن، هو الوقت الاول الطبيعي اللي انت المفروض كراجل مطلوب منك تصلي في المسجد، وقتها الاول وقت ما الاذان بيقول الله اكبر. فلضرورة الضرورة بتصليها قبل ما الشمس تبدأ تغرب. دخلت الشمس في مرحلة الغروب انت ضيعت صلاة العصر.
فكأنك وترت أهلك ومالك، يعني ضيعت، فقدت أهلك كلهم وفقدت مالك كله. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. البنات ممكن تبقى في الشارع طول اليوم، فبالنسبة لها في الشغل ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فلما ترجع بقى اما صليهم كلهم. انا عايز اقول لحضرتك بتصلي وتاخدي ذنب، ربنا يعينك ويثبتك ويقويك ويرزقك وتعرفي عن الصلاه اكتر واكتر. بس حضرتك ده جمع صلوات لسه هنقوله في النقطه اللي جايه. حضرتك انت كده ضيعتي الظهر وضيعتي العصر وضيعتي المغرب وضيعتي العشاء. حضرتك خدي اسدال صلاه معاكي في شنطتك وفي الشغل صلي. رقم 5 نيجي لفكره النوم عن الصلاه. طب انا نايم وده حصل وانا نايم. في نوعين للنوم. في نوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو حين يذكرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معناه إن أنا لو نمت عن الصلاة ما أجيش أقول ده أنا صحيت يا نهار أبيض، ده أنا الظهر والعصر فاتوني، أما أصليهم بكرة 2. ده خطأ شائع ناس كتير جدا بتقع فيه. طب أعمل إيه؟ أصليها أول لما أصحى، أول لما أصحى أصلي الفرض اللي عليا. طب لو وقت الكراهة اتفقنا إن إحنا بنأخر الصلاة شوية لحد ما وقت الكراهة يمر، وده ما ينفعش يبقى متعمد. طب النوع التاني من النوم اللي انا متعود انامه ما بقتش فارقه. يعني انا ده امتى كفرته؟ فان كفارتها حين يذكرها او اذا صلاها. ان انت بتصليها لما بتفتكرها، لو انت طبعك ان انت مش بتنام عن الصلاه، لو ده مش طبعك، لو ده مش الاصل عندك. انما لو الاصل عندك ان انا مش مشكله بقى متعود انام عن الفجر والظهر والعصر وبكره اصحى ما انسى وبعده اصحى الاقي نفسي لو ده اصلي وده طبعي، انا ينطبق علي حديث مخيف عن النوم عن الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ملكين جوله خدوه من ايديه فرجوه على عذاب البرزخ، عذاب القبر. من ضمنهم راجل نايم بتنفجر راسه بملك مسك حجر بيرميها على راسه، فراس الراجل الميت تنفجر، فالحجر يتدحرج يبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح يجيب الملك، يروح يجيب الحجر ويضرب الراجل المتوفي فدماغه تنفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للملكين: من هذا؟ يقول لها او يقول له صلى الله عليه وسلم: النائم، هذا النائم عن الصلاه المكتوبه. فده بينام عن الصلاه المكتوبه كفرته ان هو يصليها اول لما يصحى، وده بينام عن الصلاه المكتوبه ده عذابه في القبر. الفرق بينهم ان ده متعود ينام عن الصلاه. فرقم 5 ما ينفعش يبقى الاصل عندك النوم عن الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل، الله عز وجل قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون اي مضيعون. ويل ده وادي في جهنم، يعني ممكن يبقى بيصلي ومستهتر بالصلاه ومضيع للصلاه وجامع للصلوات ويتعذب في جهنم عشان الصلاه. الله عز وجل قال: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دي شويه تفاصيل معظمنا او الناس الكبيره او بعض اهالينا او بعض اصحابنا وقرايبنا وحبايبنا بيقعوا فيها ومش عارفين ان هي ما ينفعش يبقوا بيتعاملوا كده مع الصلاه. فخد بالك، عرف غيرك الصلاة في وقتها، زي ما شرط دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة. ما ينفعش تصلي ظهر قبل ما يأذن. أكيد تضييع وقت الصلاة أو خروج وقت الصلاة ده اسم كبير، يعني مضيع الصلاة هياخده. ركزوا في الموضوع ده. الصلاة أهم الأعمال اللي نقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى، فما ينفعش تبقى ممزقة التمزق اللي احنا ممزقينها لها دي. جزاكم الله خيرا.